بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل وليس أمرا نشترك في القناة بعد إذن حضراتكم ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب. طبعا هقول لكم القصة والحدوتة. القصة والحدوتة باختصار يا جماعة، النادي الأهلي عقد اجتماع النهاردة. آه مفيش أي قرارات تم اتخاذها. الناس طلعت اتكلمت وقالت إن ده كان اجتماع ودي، ما حصلش فيه أي حاجة رسمي أو لم يتخذ أي قرارات، أو يمكن كان فيه اتفاقات بس لم يتم الإفصاح عنها ومحدش يعرف عنها حاجة في الوقت الحالي. اللي نتفاجأ على الجانب الآخر طبعا، آه، المهندس أو البيه الأستاذ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بيكرم الحكم محمود وفا. في إشارة واضحة جدا يا جماعة في إن اللي هو بقى إيه، أنا بكرم الحكم أهوت اللي ظلمكوا ومرضيش يحتسب لكم ضربة جزاء مستحقة. الجميع أقر بأحقية الأهلي في ضربة الجزاء دي، تمام. جميع أطياف الشعب اللي ليه في الكورة واللي ملوش في الكورة قال لك دي ضربة جزاء، تمام. في إشارة واضحة من رئيس الاتحاد هنا أبو ريدة المحترم، هنا أبو ريدة، اللي هو بقى إيه، أنا بعمل كده واخبطوا راسكم في الحيط، اخبطوا راسكم في الحيط. اللي معاكم اعملوه، اللي بيعرف يعمل حاجة يعملها، اللي عنده حاجة يعملها، اللي عنده حاجة يعملها، واللي هيعرف يعمل حاجة يعملها. هي ملهاش الا كده يا جماعة، هي ملهاش الا كده، انك تكرم حكم في الوضع ده وفي الوقت ده، وكل ما يحدث في الكرة المصرية في الايام دي بسبب هذا الحكم. فانت لا، انت مش همك حد، انت مش همك حد في البلد، انت مش همك حد في الدولة. انا بعمل كده واللي معاه حاجة يعملها، اللي يعرف يعمل حاجة معايا يعملها، عشان محدش هيعرف يعمل معايا حاجة. اتمنى يكون في تحرك من سيادة الوزير الاستاذ المحترم جوهر نبيل. اتمنى من حضرتك التحرك فورا، عشان الاتحاد وما يديرونه في الوقت الحالي. الناس دي معلش هتبوظ الكورة اكتر ما هي بايظة، وهتدمر الكورة اكتر ما هي متدمرة. فاتمنى من حضرتك التحرك، اتمنى من حضرتك التحرك اتجاه يعني هؤلاء الاشخاص. لهم كل التقدير والاحترام طبعا، ولكن افعالهم هي السبب في كل ما يحدث في الوسط الرياضي في الوقت الحالي، او ما نعيشه في الوقت الحالي من مشاكل، تمام. ويعني حاجات غريبة جدا، حاجات غريبة جدا. ازاي بتكرم حكم في الوقت ده والحكم ده هو سبب كل المشاكل اللي احنا فيها، تمام. ويعني في حاجات تانية هقولها في الفيديو القادم ان شاء الله.